انا جيت لك بقى بقول لك انا واخد توقيع بلسانه، لو رجع فيه هيقعد في بيته. لان الكلام ده يبقى كذاب. شوف انا بعدين قدام الناس ما ينفعش وزير محافظ يبقى كذاب. لان هو فاهم كويس ان احنا مصورين صوت وصوره وهيتلبس حاجه اسمها ورقه طالعه وما ينفعش يعني بعد اذنك برضه الورقه دي تجري بيها على المكاتب ما حدش ولا حد هيعبرك. لكن لما يجي يدينا احنا وعد صوت وصوره يبقى هيحل، مش هيقدر يرجع فيه، لانه عارف كويس انه لو ما نفذش الكلام ده هيلاقي نفسه تاني يوم على كل الفضائيات. صح؟ اللي دي هيحصل له ايه؟ مفيش حد كبير على القانون دلوقتي. انت دلوقتي في دولة القانون. عارفين يعني ايه قانون؟ بالظبط. لا فاكر سعادتك ادي مشاكل الناس، انت هنا خدمة الناس، حل لي مشاكل الناس وما تقوليش ما اعرفش او ما اقدرش. ما تقدرش سعادتك كده مشكورا، يبقى المهمة صعبة عليك، في شخص تاني يقدر يشيل المهمة بدالك، وده مش عيب، دي قدرات. ممكن يكون الراجل قدراته ما تستوعبش ده، يجي واحد تاني بسهولة يحلها، وده مش عيب. صح؟ وين اللي اهم؟ ماشي. دلوقتي احنا معاقين 5% معاقين غير اسامينا من المحافظه بجواب رسمي على هنا عشان نتعين. جواب المعوقين هم ذو الاحتياجات الخاصه. انا واخد منه وعد شخصيا بالموضوع ليكوا انتوا بالذات، لان انتوا قبل الناس دي. شو انا بقولها لك؟ اسمع الكلام ده يقول هيحلها لكم. بصوا يا جماعه، ان كانوا دول او دول او دول، القصه دلوقتي كلها فلوس. ليه؟ لان احنا عندنا خزينه عامه، وزاره ماليه. وزاره الماليه دي بيجي لها فلوس منين؟ من موارد الدوله، من ضرائب، من تامينات، من سياحه، من كل حاجه في البلد. طب كل حاجه في البلد واقفه ليه؟ لان مفيش انتاج. مع حضرتك المشكله دي مش وليد اليوم، انا واخد دبلوم 96 جيلي كله اتعين. خد بالك انت قبل مشكله اليوم انت ما كنتش هيتحل لك مشكله. طب اقول لكم حاجه صغيره. بصوا يا جماعه، هو احنا دلوقتي انتوا متخيلين بقول لكم على حاجه، والاستاذ محمد قاعد معايا، انا عندي مستندات يا استاذ محمد قدام الناس بقولها اهو، تدخل اللي ماسكين المجلس ده السجن، هنحل مشاكل الناس دي. انا بقول لحضرتك في الناس دي معايا بيها. لا يا فندم بعد اذنك، الناس ده اهي. تعالى يا استاذ، احنا الناس بتوعك اللي بيقول كده بمستندات. المسافه دي بيقول عليها مش هيجي في النيابه العامه جات اول مسافه بيقول عليها. يبقى كفايه على الرئيس لغايه كده بصراحه، ان كان هو ولا اعضاء المجلس بتاعه.